السلام عليكم، أهلا وسهلا بمتابعي قناة طبخات أم أحمد. اليوم راح نقدم لكم طريقة تتبيل وقلي السمك، وراح نعمل جنبه طريقة الصيادية. ومعروف السمك من الأكلات المفيدة والصحية، وينعمل مشوي أو مقلي أو بالفرن. اليوم نحنا راح نقدم لكم طريقته مقلي. تابعوا معنا طريقة التحضير. ننتقل لطريقة التحضير. عنا سمك منظف جاهز، غسلناه بملح وليمون وطحين. نشرحه بهذا الشكل حتى تدخل البهارات عليه وتشرب التتبيلة. نعصر ليمون ونضيف عليه البهارات: ملعقة ملح، ملعقة فلفل أسود، ملعقة فلفل أحمر، ملعقة ثوم مهروس، ملعقة كزبرة ناشفة، ملعقة بهارات مشكلة، ملعقة دبس فليفلة. نضيفها على الليمون. نقطع برتقالة نستخدمها مع القشر. برتقال يعطي طعم طيب. ونخلط المكونات مع بعض. نتبل السمك من برا ومن جوا، وندخل التتبيلة بالفتحات اللي عملناها. بعد ما تبلنا السمك نتركه لمدة ساعة يتشرب التتبيلة. لتحضير الصيادية نضيف 5 ملاعق زيت تقريبا، ونضيف عليه 4 بصلات مفرومة ناعم. معروفة الصيادية بدها بصل حتى تاخذ اللون الغامق. نترك البصل يتحمص وياخذ اللون الذهبي الغامق. بعد ما تحمص عنا البصل نضيف عليه مقدار 6 كاسات ماي، وملعقة ملح، وملعقة كزبرة، ملعقة فلفل أحمر، وملعقة بهارات مشكلة، وملعقة بودرة الماجي. نحركهم مع بعض. بعد ما غلى المي نصفيه من البصل. نضيف عليه الرز المغسول ومنقوع. تقريبا استخدمت 3 كاسات. كل كاسة رز تاخذ كاستين مي، ونتركه على نار هادية لحتى يستوي. وهون استوت عنا الصيادية وصارت جاهزة. ننتقل لطريقة قلي السمك. نرش شوي طحين على قطع السمك، ونقليها بزيت ما يكون عميق، يكون حامي على نار متوسطة، ونتركه يستوي لحتى ياخذ اللون الذهبي. السمك ما راح ياخذ وقت، وقلي مدة طويلة يستوي بسرعة.
وهون بعد ما جهز عنا السمك قدمناه مع السلطة والصيادية، وزيناه بشرائح الليمون والبصل والبقدونس، وصحتين وعافية. إذا عجبكم المقطع لا تنسونا من الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.